بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أقدم لحضراتكم فيديو عن الأطقم المصرية التذكارية الغير متداولة، فئة الجنيه والخمسة جنيه، كموضوع حصري توثيقي عن هذه المجموعة. هنبدأها سريعا كده. هم كلهم 31 طقم. 31 طقم. الطقم الأول اللي هو نصر أكتوبر سنة 93. الوجه فئة الخمسة جنيه والجنيه. الوجه الظهر. الطقم التاني هو 800 عام على وفاة صلاح الدين الأيوبي سنة 94. الظهر. طقم العيد الماسي لبنك مصر 95. مبنى بنك مصر. الظهر. ذكرى تخليد عبد الحليم حافظ سنة 95. الظهر. المؤتمر البرلماني الدولي سنة 97. زي ما احنا قلنا هما 31 طقم، اللي هما المجموعة المصرية الغير متداولة كلهم، واحنا دلوقتي بنستعرضهم مع حضراتكم. دون طقم البنك الأهلي المصري اهو، الظهر بتاعه اهو. طقم نصر أكتوبر سنة 98. الظهر بتاعه اهو. طقم الشيخ محمد متولي الشعراوي سنة 98. الظهر بتاعه اهو. طقم العيد الماسي لمصلحة الكيمياء. طقم العيد المئوي لمصلحة المساحة. طقم العيد المئوي التنظيم النقابي المصري سنة 98. طقم اليوبيل الذهبي جمعية عين شمس. طقم منظمة الفاو سنة 95. من الديزاينات الحلوة برضو. الظهر بتاعه. طقم البنك العقاري 50 عام سنة 97.
طقم بطولة العالم للناشئين تحت 17 عام سنة 97. الظهر طقم يوم القوات الجوية سنة 97. طقم العيد المئوي للتأمين الأهلية سنة 2000. طبعا الموضوع يعني ايه، انا قايله قبل كده، شرحه قبل كده، ولكن في تخصصية المرة دي على اساس ان انا بتكلم على الاطقم لوحدها. طقم من مجلس القومي للمرأة 2001 بتكلم على الاطقم لوحدها بصفة خاصة. يعني دول الاطقم المصرية كمشاركة موسوعية، يعني عاملها بطريقة توثيقية. ده طقم العيد الذهبي لثورة يوليو 2002. الظهر توثيق الحاجات دي طبعا بتبقى حاجة مهمة جدا للهاوي المهتم، عشان على الأقل يبقى عارف العدد والترتيب. بطولة العالم كمال الأجسام 2002. آه، 30 عام مع نصر أكتوبر 2003. طقم الإنتاج الحربي 2004 مد الزينات الجميلة قوي. طيب لو احنا قلنا دلوقتي آه، المجموعة التذكارية الغير متداولة المصرية، هما كمجموعة كاملة كم مجموعة تكون على مستوى العالم كله؟ العيد الذهبي لتأمين قناة السويس كم مجموعة؟ هي المجموعة هتبقى تبع أقل كمية سكت من أي مناسبة. أقل كمية سكت من أي مناسبة هو الطقم بتاع الناشئين اللي مر علينا قبل كده، وخاصة فئة الجنيه اتعمل منه 350 قطعة، فيبقى المجاميع الكاملة لن تتعدى عدد ال 350 مجموعة على مستوى العالم. طقم التعداد العام للسكان 2006. دي برضه معلومة للتوثيق. الأطقم المصرية التذكارية الغير متداولة كمجموعة كاملة لن تتعدى على مستوى العالم عدد 350 قطعة كأقل قطعة اتعملت من مناسبة. وأقل قطعة اتعملت من مناسبة آه هو ده طقم القوات الجوية سنة 2007. وطقم الناشئين هنرجع له تاني برضه عشان نوثق المعلومة. طقم الناشئين ده طقم القوات الجوية. هنرجع لطقم الناشئين تاني عشان نوثق المعلومة دي تبقى معلومة معروفة. طقم 100 عام على النادي الأهلي.
طقم القراءة للجميع 2010. طقم اليوبيل الذهبي التلفزيون المصري 2010. طقم ثورة 25 يناير آخر طقم 2011. طيب إذا قلنا توثيقيا بقى، الطقم اللي هو بتاع الناشئين اللي هو طقم الناشئين ده 1997، بطولة العالم الناشئين 19 سنة، اتعمل من الجنيه 350 قطعة. يبقى أكبر كمية مجموعة كاملة على مستوى العالم هتكون هي 350 قطعة، بناء على أصغر كمية سكت من هذه المناسبة. شكرا لحضراتكم، حسن استماعكم، حسن إصغائكم. أتمنى أن أكون أضفت شيء جديد إلى معلوماتكم. كل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم مجدي أحمد الإتربي.